بدون حنة وبدون أكسجين. اتخلصي تماما ونهائيا من الشيب والشعر الأبيض. شعرك هيبقى كثيف وزي الحرير بالوصفة الجبارة دي. تابعوا معانا علشان تعرفوا ايه هي الوصفة اللي موجودة في كل بيت اللي هتقضي على الشيب والشعر الأبيض، وهتخلي شعرنا حرير من غير هيشان، وهينمو بإذن الله من غير توقف. يلا بينا نشوف الوصفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي حضراتكم جميعا؟ يا رب تكونوا بألف خير. ان شاء الله النهاردة معانا وصفة هايلة وقوية جدا للتخلص من شيب الشعر، الشيب المبكر، الشعر الأبيض. هتخلي الشعر زي الحرير وتكثف الشعر وتزود نموه. يلا بينا من غير ما نطول نشوف ايه هي وصفتنا النهاردة اللي هتقضي تماما على الشيب. أول حاجة هنجيب يعني كزرولة كده، أي حاجة تنفع تتحط على النار، وهنبدأ إن احنا نجيب ليمونة وهنقطعها حتت كده. ما حضراتكم كده شايفين قطعنا الليمونة حتت، وبعدين هنضيف عليها المكون الرهيب جدا 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 اللي يقضي على الشيب نهائيا، ألا وهو ايه؟ المرمرية. المرمرية متواجدة عند العطار، ادي شكلها اهو عشان لو الاسم مختلف في بلدك. هنبدأ نحط المرمرية على الليمون، وبعدين هنضيف عليها كوب مية زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنرفعها على النار، وعبال ما تغلي هنكمل وصفتنا ونشوف ايه هي المكونات التانية اللي هنضيفها. بعد ما رفعنا المكونات على النار هنبدأ ان احنا نجيب المكون السحري اللي معانا ده، ألا وهو الفحم النشط. ده فحم نشط متواجد عند العطار، وهنبدأ ان احنا هنحطه كده في كيس، وهنبدأ ان احنا ندقه بالطريقة دي. طبعا الطحن كده زي ما حضراتكم شايفين. وهنجيب طبق بولة فاضية كده، وبعدين هنبدأ ان احنا نفضي فيها هنبدأ ان احنا نصفي المكونات بالشكل ده. بحيث ان الحتت الناعمة بس هي زي ما حضراتكم شايفين كده. الاجزاء اللي ما اتطحنتش، الاجزاء اللي لو وقعت كده ممكن هنشيلها عادي بالطريقة
بالطريقة دي زي ما حضراتكم شايفين. طبعا ده صوت المكونات اللي على النار بدأت بتغلي يعني زي ما حضراتكم شايفين كده. هنضيف المكون اللي معانا كمان، هنضيف معلقة من الشاي الأسمر أو الأحمر. وصفة قوية جدا يا جماعة، لازم تجربوها، تدعوا لنا بإذن الله. وبعدين المكون اللي معانا الخل، سواء خل أبيض أو خل تفاح. الخل الأبيض ده بيبقى قوي، فهنحط معلقة كبيرة فقط. وهنبدأ إن احنا نخلط المكونات مع بعضها كده. طبعا بعد ما المكونات دي سيبناها غلت على النار، هنبدأ إن احنا ناخد المية دي، نفصل المية. احنا محتاجين المية فقط على قد الوصفة. زي ما حضراتكم شايفين كده، وصفة هايلة جدا. وهنبدأ إن احنا نقلب المكونات بالطريقة دي. وبعدين آخر مكون معانا وهو النشا. هنبدأ نضيف معلقة ونص تقريبا من النشا، وهنبدأ إن احنا نقلبها. وهنبدأ إن احنا ننقلها في حاجة ينفع تتحط على النار، ويدوب هندفيها ونرجع لحضراتكم. زي ما حضراتكم شايفين كده، هي دي اللي هتقضي تماما على الشيب. جبناها اهي من على النار، شايفين؟ بدون حنة وبدون أكسجين هتتخلصي من الشيب بفضل الله نهائيا وللأبد. زي ما حضراتكم شايفين كده، هو ده الاختراع السحري. طبعا آخر مكون بعد ما تهدى شوية كده، هنبدأ إن احنا نضيف ليها زيت جوز الهند. نضيف معلقة كبيرة حلوة كده علشان الترطيب.
وهنبدأ ان احنا نغطيها ونسيبها في مكان دافي لمدة ساعة، وبعدين هنحطها على الشعر نسيبها لمدة من 2 ل3 ساعات قبل الاستحمام. بإذن الله هتقضي تماما على الشيب. يا رب نكون قدرنا نفيد لحضراتكم ولو بجزء بسيط. إن شاء الله استنونا في وصفة جديدة، وما تنسوش الشير واللايك ودعوة حلوة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.